السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبين وصفة سهلة وبسيطة وكل الناس بتدور عليها. وصفة ايه؟ الوصفة بتاعت توابل الشرق الأقصى اللي هي توابل البطاطس. كله بيشتريها بالغالي من بره من عند العطارين وبيشتريها غالية جدا، وبرضه مع ظروف ان هي الأسعار زادت فهي زادت قوي كمان. فأنا النهاردة جايب لكم طريقة عمل توابل البطاطس، تعملها في البيت بشوية توابل موجودين في كل بيت، وهتطلع لك هي توابل البطاطس الشرق الأقصى. عشان نشوفها ونشوفها بتتعمل ازاي، فيلا بينا تسمع الفيديو للآخر. أول حاجة يا جماعة هنجيبها اللي هي ايه، عشان نبدأ بس كده واحدة واحدة ومحدش يعملها غلط يقول لي وصفتك غلط. أول حاجة هنجيب ميزان، اللي هو ميزان صغير بتاع جرامات، مش بتاع كيلوهات، بتاع جرامات زي ما انتوا كده شايفينه كده في الصورة زي ده، او يستحسن اي ميزان بس يكون ميزان جرامات. هنبدأ ازاي يا جماعة؟ هنجيب اول حاجة 250 جرام مرقة ماجي بودر. بعد ما نجيب يا جماعة 250 جرام ماجي زي ما قلنا، هنجيب 60 جرام بابريكا، 60 جرام بابريكا، 10 جرام فلفل اسود، 10 جرام فلفل اسود. جبنا 10 جرام فلفل اسود، هنجيب 1 جرام زعتر، 1 جرام زي ما احنا قلنا كده، 1 جرام بموازين الجرامات عشان تطلع معانا توابل شرق اقصى بالظبط. بعد كده هنجيب يا جماعة 15 جرام ملح، 15 جرام ملح ويكون ناعم مش خشن. 1 جرام توم باودر، يبقى كده 1 جرام توم باودر يا جماعة، نركز على الموازين بالظبط، 1 جرام توم. بعد كده 15 جرام كاري، 15 جرام كاري بالظبط. وبعد كده هنجيب 15 جرام كركم. يا جماعة كل اللي انا بقوله ده هيكون بودر، مفيش حاجة خشنة ما عدا الزعتر. طبعا ايه، هتجيبوا الزعتر اللي هو كده قريب من الكمون، او اللي هو ما تجيبش الورد، يعني خليك زي اللي ايه، زي اللي هو زي نظام الكمون كده. انا مش عارف اسمه ايه بالظبط، بس انا ايه بديك الوصفة عشان تجيب زيه بالظبط. وهنجيب بعد كده 13 جرام كمون مطحون، 13 جرام كمون مطحون زي ما احنا قلنا كله مطحون ما عدا الزعتر. وبعد كده هنجيب 3 جرام شطة ناعمة، ويفضل انها تكون حمرا ما تكونش غامقة يا جماعة. 3 جرام شطة بالظبط. بعد كده يا جماعة بعد ما جبنا ده كله هنروح حاطينه في ايه، حاطينه في اي طبق وهنقلبه تقليبة كويسة كده، وهنبتدي ايه نشتغل منه عادي. طبعا انا باكد مره واثنين وثلاثه، الميزان يكون يا جماعه جرامات وجرام يكون كويس عشان خاطر يظبط معاك الموازين، وعشان خاطر مفيش حاجه تبقى زايده معاك بسبب الميزان، او بسبب ان هو ايه مخطرف معاك بيديك موازين زياده يبوظ منك. فده يا جماعه كل اللي انا قلته ده هيديك ناتج بالظبط من 350 ل 400 جرام توابل شرق اقصى. لو جبت ال 350 جرام او ال 400 جرام دول من بره توابل شرق اقصى، هيبقوا يطلعوا برقم يا جماعه. فهو اصلا انت لو عملت دول كلهم مش هيكلفوك حاجه بسيطه، غير لما انا اجيب توابل شرق اقصى هيبقى ال 400 جرام دول عاملين يجي 150 وانت طالع. انما اللي انا بقول لك عليه ده هيوفر معاك جامد. جربه مش هتخسر حاجه، ولو عايز تعمل كميه اكبر ضاعف الكميه على مرتين، ولو عايز كميه اصغر اقسم الكميه على نصين. يعني ما تعمل الجرامات اللي انا قلتها دي خليها ايه، لو كميه اقل خليها النص، ولو كميه زياده اعمل الضعف او الضعف. ويا جماعه الموضوع ده ينفع اصحاب المحلات قوي، واللي في البيت هيوفر معاه كتير. و400 جرام دول كتير قوي مش قليلين، دي توابل ما بتحطش الا ايه حاجات بسيطه، فهتلاقيها موفره معاك جامد. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون كده استفدتوا من الفيديو اللي انا قلت لكم عليه ده. وجربوه واكتبوا لي في الكومنتات وصلتوا في ايه، واللي محتاج حاجه يكتب لي في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.